اهلا بيكم. iOS 26.2 دلوقتي بقى متاح على جميع الاجهزه اللي بتدعمه، ولو انت متابع التحديثات iOS عموما هتعرف ان الاصدارات بتاعه النقطه الواحده اللي هي زي مثلا 26.1 غالبا بتكون مجرد تحسينات، لكن اصدارات النقاط الزوجيه زي التحديث اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده بيجوا عاده ومعاهم شويه مميزات جديده، واكيد التحديث ده مش استثناء لانه جاي بكميه تحديثات حلوه جدا. في الفيديو القصير ده هوريك اهم المميزات اللي انا شايفها من وجهه نظري انها تستحق فعلا انها تتجرب. انا يحيى ناجي وبسم الله نبدا. اول ميزه الحقيقه عجبتني جدا وهي الارجنت ريمايندرز او التذكيرات العاجله. ابل ضافت ميزه جديده جامده جدا لتطبيق الريمايندر. دلوقتي لما بتعمل نيو ريمايندر او خلينا نقول تذكره جديده هتلاقي زرار جديد جاي في جزء التاريخ والوقت اسمه ارجنت او عاجل. لما بتشغله هيجبرك ان انت تختار تاريخ ووقت التذكير، والفرق بقى ان لما بيجي وقت التذكير فعلا مش هيطلع مجرد اشعار عادي على الشاشه، لا ده هيشغل انذار بصوت زي اي منبه، زي منبه الصبح اللي انت بتشغله. وممكن تكمل المهمة من شاشة الإنذار مباشرة أو تدوس ستوب لو محتاج وقت كمان. ولو عملت كده المهمة هتظهر لك زي لايف اكتيفيتي عشان تفضل فاكرها وتكملها. الميزة دي أكيد مش هتستخدمها مع كل المهام اللي في قائمة التذكيرات، بس ممتازة جدا للمهام اللي لازم تتعمل في وقت معين. تاني حاجة وهي الليكويد جلاس كلوك أو التأثير الزجاجي للساعة. في iOS 26.1 ابل كانت سمحت انك تقلل تأثير الليكويد جلاس في النظام بشكل عام، ودلوقتي في 26.2 بقت تديك التحكم في كمية تأثير الزجاج اكتر للي بيظهر في الساعة على شاشة القفل. طب ازاي توصل للاعدادات؟ اول حاجة بتدوس على الشاشة عشان تفوق الايفون، بعد كده بتدوس ضغطة مطولة على شاشة القفل لحد ما يطلع لك كاستمايز تحت. اضغط على كاستمايز وبعديها اضغط على الساعة. هتلاقي تحت زرارين، واحد اسمه جلاس وواحد اسمه سوليد او زجاجي وصلب او عادي. الاختلاف الجديد ان مود الجلاس بقى فيه سلايدر، لو حركته للشمال شوية هتخلي التأثير اكثر شفافية، ولو حركته لليمين هيبقى اقل شفافية وشكله صلب اكتر. يعني باختصار دلوقتي بقى عندك حرية ان انت تتحكم قد ايه الساعة بتكون شفافة وقد ايه بتكون متأثرة بالليكويد جلاس. الميزة اللي بعد كده وهي الاير دروب تو نون كونتاكتس او الارسال عبر الاير دروب للناس اللي مش عندك على الكونتاكتس. الميزة ببساطة تقدر تبعت اير دروب لناس مش متسجلين اصلا عندك في جهات الاتصال ولمدة 30 يوم. قبل كده كان الناس عندها اختيارين بس، يا اما ان انت تبعت لحد موجود عندك في الكونتاكتس، يا اما ان انت تفتح الاير دروب للجميع ولمدة 10 دقايق بس. الجديد بقى ان انت دلوقتي هتقدر تعمل كود من 6 ارقام وتشارك الكود ده مع الشخص اللي انت عايز تبعت له، هو هيدخل الكود على جهازه وساعتها تقدر تبعت له اير دروب لمده 30 يوم من غير ما تضيفه في جهات الاتصال او في الكونتاكتس بتاعتك. طب انا هستفاد ايه من الميزه دي؟ الميزه دي ببساطه لو انت بتتعامل مع ناس مؤقتا او في مشروع صغير مثلا او بشكل سريع من غير ما تاخد الكونتاكتس بتاعتهم وتضيفها عندك، لو انت مش عايز تضيفها عندك ممكن تعمل الاير دروب عشان تنقل لهم حاجات في خلال المده الزمنيه الصغيره دي. الميزه اللي بعد كده وهي الفلاش اليرتس او تنبيهات الفلاش لايت. الايفون بقاله فتره بيقدر يعمل فلاش لايت عشان ينبهك ان في مكالمه او رساله جايه، بس طول عمر الميزه دي كانت شغاله بس في الفلاش لايت الخلفي، ودي مفيده لو الموبايل مقلوب على وشه، لكن لو الموبايل مقلوب على ظهره الفلاش الخلفي ده ملوش اي لازمه. وفي 26.2 ابل اخيرا حلت المشكله دي. طب ازاي تفعلها؟ هتفتح سيتنجز، هتدخل على اكسسبيليتي، هتنزل لقسم هيرنج، هتضغط على اوديو اند فيجوال، وهتنزل لاخر الصفحه هتلاقي خيار اسمه فلاش فور اليرتس، ادخل عليه. دلوقتي هتلاقي عندك اختيارات ان انت تشغل الفلاش الخلفي او تشغل الفلاش الامامي او تشغل الاثنين مع بعض. كمان تقدر تختار هل الفلاش يشتغل والموبايل مقفول بس ولا ممكن يشتغل حتى وانت فاتحه، وهل ممكن يشتغل في السايلنت مود ولا لا. الميزه دي ممتازه لو فعلا بتحب التنبيهات تكون مرئيه ومش صوتيه بس، هتفيدك قوي برضو في اجتماعات في حتت مهمه، لو انت في حته ما ينفعش تعلي الصوت فيها هتفيدك قوي. الميزه اللي بعد كده اللي معانا وهي البودكاست امبروفمنت او تحسين تطبيق البودكاست. ابل بقالها فتره بتطور تطبيق البودكاست بهدوء، خصوصا يا جماعه ان البودكاست دلوقتي انتشر في كل حته، كل الناس بتعمل بودكاستس وكالوبريشنز وحاجه حلوه جدا. انا عن نفسي بحب اتفرج على الحاجات دي. لكن في 26.2 حصلت تغييرات ضخمه. اول حاجه ابل بدات تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تولد الشابترز او الفصول بتاعه الحلقه، سواء صاحب الحلقه او اللي كاتب السكريبت حاطط فصول لنفسه ولا مش حاطط. وده معناه ان كل البودكاستس اللي انت بتحب تتفرج عليها دلوقتي بقى فيها فصول تلقائيه، وهتشوف الفصول دي في شريط التقديم، وطبعا هتقدر تتحكم فيها وتتحرك فيها يمين وشمال وتختار انهي جزء من البودكاست اللي انت عايز تروح له، او هتضغط على زرار الكيو اللي تحت على يمين الشاشه وبعدين تضغط على السهم اللي نازل جنب اسم الحلقه وهتشوف كل الفصول قدامك وتتنقل ليها بضغطه واحده.
كمان في دمج ذكي جدا بين البودكاست وخدمات ابل التانية. يعني مثلا لو حد اتكلم على اغنيه موجوده على ابل ميوزك او خبر موجود في ابل نيوز او حلقه من بودكاست تاني او مسلسل على ابل تي في، هيظهر لك ويدجت صغير على الشاشه في اللحظه دي، تقدر تضغط عليه وتروح مباشره للحاجه اللي اتقالت. وكمان لما تنزل لتحت في صفحه الحلقه هتلاقي قسم جديد تماما اسمه From This Episode، وفي كل الحاجات اللي اتذكرت في الحلقه على شكل لستة علشان لو عايز ترجع ليها بعدين بسهوله. بصراحه تطوير يستاهل ان انت تبص عليه. اما الميزه اللي بعد كده وهي مشكله كلمات السر. دلوقتي مشكله كلمات السر اتحلت تماما، وكانت من اكتر المشاكل المزعجه في الاصدارات القديمه من iOS، وكانت كالاتي: لو دخلت دلوقتي انت على موقع لاول مره وكتبت بيانات التسجيل بتاعتك بتاعه الدخول، وظهر لك السؤال التقليدي هل عايز تحفظ الباسورد بتاعتك، وانت يا سيدي غلطت ودوست نو، خلاص كده مفيش زرار اندو ولا في طريقه ترجع بيها القرار ده بسهوله. الطريقه الوحيده زمان ان انت كنت بتروح لتطبيق باسوردز وتنشئ لوجن جديد بنفسك للموقع، وبرضه ساعات ما كانتش بتشتغل. دلوقتي اخيرا ابل حلت المشكله دي. اول حاجه هتفتح سيتنجز وهتنزل لحد الاخر وهتضغط على ابس، هتنزل تاني وهتضغط على باسوردز، انزل بقى لاخر الصفحه هتلاقي اختيار اسمه Show Excluded Websites. لما تدخل عليه بالفيس اي دي هتلاقي كل المواقع اللي انت قلت قبل كده عليها لا مش عايز احفظ الباسورد، ولو في موقع عايز ترجع تحفظ له بياناته هتدوس على علامة الماينس الحمراء اللي على الجنب وبعدين ديليت، وبكده الموقع هيتمسح من قائمة المستبعدين. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اول ما هتدخل على الموقع ده تاني وتحط بيانات الدخول هيظهر لك تنبيه الحفظ من جديد، وتقدر دلوقتي تحفظ الباسورد بمنتهى السهولة. ممتازة الصراحة. الميزة اللي بعد كده وهي التيبلز ان فري فورم او الجداول في تطبيق فري فورم. لو بتستخدم فري فورم في ميزه جديده اتضافت تقدر من خلالها دلوقتي تضيف جداول بسهوله، ولو قبل كده استخدمت الجداول في تطبيق نوتس هتحس ان النظام هنا مشابه جدا. طب ازاي تضيف جداول؟ افتح الكانفاس في فري فورم واضغط على علامه البيبر كليب اللي تحت في الشاشه، اختار اد تيبل، هيظهر لك جدول 2 في 2 جاهز على اللوحه. تقدر بقى تضيف صفوف او اعمده جديده من خلال زرار البلس اللي تحت على الشمال او فوق على يمين الجدول. بعد كده تقدر تدوس على اي خانه وتبدا تكتب فيها، أو تسحب صور وأشكال أو عناصر من أي مكان في اللوحة وتحطهم جوه الخلايا بتاعة الجدول. وكمان تقدر تغير حجم الجدول دلوقتي باستخدام النقط اللي على الجوانب والزوايا. والميزة دي مفيدة جدا لو انت بتستخدم فري فورم في التخطيط أو تنظيم المهام. والميزة اللي بعد كده هي سليب سكور انهانسمنت أو تحسينات في درجات النوم. لو انت مهتم بدرجة النوم بتاعتك أو السليب سكور واللي الايفون بيحسبها من خلال بيانات الابل واتش في خلال النوم، ابل عدلت النظام ده تماما في اي او اس الجديد. ولعلمك ان درجة النوم بتتحدد عند ابل على حسب 3 عوامل: مدة النوم، ميعاد النوم، عدد المرات اللي انت بتصحى فيها في خلال نومك، وبيتم تجميع كل ده في درجة من 100. طب ايه التغيير الجديد؟ ابل عدلت الفئات او الكاتيجوريز الخاصة بدرجات النوم. قبل كده كانت كالتالي: من 0 ل 29 كانت فيري لو، ومن 30 ل 49 كانت لو، ومن 50 ل 69 كانت اوكي، ومن 70 ل 89 كانت هاي، ومن 90 ل 100 كانت اكسلنت. دلوقتي بقت من 0 ل 40 فيري لو، من 40 ل 60 لو، من 61 ل 80 اوكي، ومن 81 ل 95 هاي، ومن 96 ل 100 فيري هاي. والتغيير ده جه بسبب تعليقات كتير من المستخدمين اللي قالوا ان الفئات القديمه كانت واسعه زياده عن اللزوم، فابل ضيقت الفئات علشان تخلي الوصول لدرجه عاليه اصعب واكثر دقه. والسؤال ليك يا صديقي، هل استخدمت السليب سكور قبل كده؟ وقول لي لو تحب تستخدمه ولا لا. ودي كانت اهم التحديثات اللي ابل نزلتها في 26.2، بس الاهم هو رايك. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، وما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. وسلام.